السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم دائما مطبخ ام الحسن المغربية في مصر. كما كتشوفوا الطبق ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مكونات ديال السردين بطريقة بسيطة، وكتبقى الطريقة نتاع يعني لمسة نتاع كل سيدة في البيت ديالها. بالنسبة للطريقة ديالي نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. صافي هادشي اللي كاين. كما كتشوفوا معايا كيجي يعني مدغمر، شارب العطرية ديالو، شارب ديك التشرموله درتها له. مكونات بسيطة شاركتها معكم. كما كتشوفوا معايا تبارك الله طايب، وهي التغميرة ديالها هي اللي ما فيهش غير البلول، في هذيك لاصوص ديالو خاطره. صافي هادشي اللي كاين. نخليكم ان شاء الله حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه اللي استعملتها في تحضير هذا المكون ديالي او الطبق ديال اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. استودعكم الله. السلام عليكم من جديد. بعد ما غسلتني الحوت ديالي اولا السردين ديالي كما كتشوفوا معايا، كنخليه يستقطر مزيان من الماء حتى كينشف. من الاحسن كيكون هذا الرقيق كيكون بنين الصراحه، وسيرتو ملي كيكون جديد في ساعته ما نقولكمش. صافي بالنسبه للطريقه ديالي، اول حاجه غادي نقول معكم المقادير اللي كنستعمل انا في الطاجين كواري ديالي. عندي هنايا واحد البصله مشلضه، الا كانت كبيره ديروا نص. انا عندي هنايا ما كبيره ما صغيره، بين وبين. عندي هنايا فصوص ديال الثوم، عندي هنايا واحد شويه ديال البصله خضاريه، عندي هنايا الحامض المصير، عندي هنايا الزيتون باش نخضر به، المعدنوس والقزبر، واحد الخيط الزواقه تعطي الطعم رائع، الجزر صدقوني جربوها. انا ما كنتش كنديرها الصراحه، وليت كنجربها كتعجبني. واحد المطيشه محكوكه، واحد شويه مطيشه يعني ديال الحك، والرز بطبيعه الحال اللي غسلناه كنديرو كميه قليله. اول حاجه كنبديو بها هي نطحنوا الكفته ديالنا، ضروري من هذه المرحله هذه. السردين ديالنا ضروري خاصو يكون يعني ناشف من الماء. نحك عليه دروس تاع الثوم هكا باش يتنكه ويجي لذيذ. وفي طبيعه الحال غادي نعاود نحك واحد الضريس مع الشرموله اللي غادي نديروها في الطاجين. الثومه كتعطيه يعني مذاق زوين، وحنا عارفين بلي الحوت كيتمشى مع الثومه. صافي هنايا بعد ما حكيت الثومه ناخذ هذا الخل ديال الحامض زوين. بسم الله. عندي هنايا ندير العطريه ديالي، شويه ديال التحميره، الملحه ما نكثروش، غنديرو حتى على برا الشرموله، والحوت عارفينو كيكون مالح. سكينجبير، هنا كديروا قياسكم، قياس الحوت اللي عندكم. بزار اللي بغى يدير حتى الهريسه ولا يدير السودانيه يدير. كمون، وعندي الخرقوم. ضروري القزبر اليابس كنخدمو كاع في الوجبات عندي، ضروري منه. المعلقه تكون عامره. غادي نطحن معاه حتى الربيع، غادي نزيد معاه حتى داك الحامض المصير اللي درتو حتى هو كنطحنو معاه كيعطيه البدا. صافي صافي كما كتشوفوا معايا كتطحن مزيان. نحيدوه من هاد الغشوار. نحطو في شي طبسيل ولا بول ولا. انا بغيت نشارك معكم غير الطريقه ديالي،
كل وحده تبارك الله راه في دارها يعني كتوجد الوصفات لوليداتها بالطريقه اللي كتعجبها، ولكن ماشي مشكل يعني نتعاونوا نشاركوا بيناتنا الوصفات. كتبقى كل وحده عندها واحد اللمسه خاصه يعني في الاطباق ديالها. صافي انا غادي نضيف الروز كتبقى على حسب الكميه اللي بغيتو، حسب الكميه ديال الحوت اللي عندكم. انا غادي ندخلها فيها ونكورها ونخليها ترتاح لي على الاقل واحد نص ساعه، باش هذاك الحوت ديالي اولا السردين ديالي يشرب مزيان ديك العطريه، عاد كنديرو يطيب. انا ما كنزربش عليه، نديرو تم يطيب. اللي بغى ما يديرش الروز ما يديرش الروز. انا الصراحه الحوت كواري كيعجبني فيه شويه ديال الروز. اللي بغى ما يديروش ما يديروش، انا كتبقى كل واحد شنو كيبغي. ماشي عاود نكثروا تولي عندنا الروز بالكفته، ماشي الكفته بالروز. صافي كما كتشوفوا معايا انا نخليه يرتاح دابا يشرب شويه ديال العطريه ديالو، من بعد نكور وعاد نكمل يعني المرحله باش نديه يطيب. بالنسبه هنا كما كتشوفوا معايا الطاجين ديالي درتو كيسخن قبل باش نربح الوقت. بعد ما ارتاح لي الطاجين ارتاح لي يعني الحوت ديالي، غادي ندير البصله هي الاولى. نخليها طيح شويه هي الاولى، عاد كنزيد المكونات الاخرى. ضروري البصله خصها طيح لي، ما نخليهاش هكذا يعني عاد شاده في راسها. صافي انا البنات كما كتشوفوا معايا البصله ديالي بدات كطيح شويه، غادي نزيد عليها هاد الخيزو محكوك. جربوه البنات كيجي رائع. كاين اللي كيطيب بشحال هادي، ولكن صح ما كنتش كندير، كنت كندير يعني المطيشه والبصله والربيع والتوابل. نزيد حبه واحده ديال المطيشه وحده. ندير هنايا واحد المعلقه صغيره ديال مركز الطماطم، ما نكثروش ما تجيناش حامضه. وهنايا الربيع، غادي نديرو نفس العطريه اللي درناها في الحوت ونسدو عليها ونخليوها حتى تهبط شويه. هذا خيزو ومطيشه، الملح نحضيو راسنا. بغا يدير الحال داخل يدير، انا كندير غير تحت مزود الفوق على حساب الدراري. صبروا نزيد شويه ديال الزيت. صافي كنخلط هادو ونقص النار مهيله ونخليها حتى طيح. البنات كما كتشوفوا معايا ديك البصله والخيزو ومطيشه القلمه ديالهم صافي. غادي نزيد هنايا واحد 2 دراس ديال الثومه
ضروري الحوت كيبغي الثومه كما درناها في الداخل نديروها حتى برا في الشرموله. هنا السردين ديالي كما كتشوفوا راه كورتو. هنا الحجم نتوما كتحكموا فيه بغيتو صغير ولا كبير. بسم الله غادي نبدا نستفو. هنا ما كنزيدو لا ما لا والو، غير هاد الماء ديال الزور البصله هو اللي كيطيبو. عارفين بلي الحوت كواري دغيا كيطيب. الروز حتى هو يعني داك البيض القصير ما كيشدش ديال ماشي بحال الصفر. صافي نرمي مع شي زيتونات. هاهي واحد الحامض مصيره. وهنايا ندير واحد هاد الحار اختياري الا بغيتو. صافي ونخليو الطاجين ديالنا ان شاء الله يطيب ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم.